ازيكم؟ النهارده بقى مش جاي اكلمكم عن سويسرا الجميله ولا سويسرا الطبيعه، هي طبعا جميله وكل حاجه، ولكن النهارده في الفيديو ده انا جاي اكلمكم عن اسوأ الحاجات اللي هتقابلكم في سويسرا. سامعك يا اللي بتقول ايه ده يا سويسرا فيها حاجات وحشه؟ طبعا سويسرا زيها زي اي دوله في العالم، فيها الحلو وفيها الوحش، ولكن النهارده بقى انا جاي اكلمك على الوحش. بس قبل ما اكلمك على الوحش تعالى بس افهمك حاجه كده بسيطه. انا مصري وجاي من منطقه شعبيه في مصر، فممكن الحاجه اللي تعجبني انا ما تعجبكش انت، والحاجه اللي ما تعجبنيش انا تعجبك انت. ما تاخدش الموضوع بشخصنيه وخلي الموضوع كده ايزي، وهنتكلم بكل شفافيه عن الحاجات اللي هي فعلا انا شايفها مش عجباني في سويسرا، فممكن تبقى عجباك انت وممكن ما تبقاش عجباني انا، وهكذا. من حوالي ساعه كده كتبت على الفيسبوك يا جماعه اكتر حاجه قابلتكم في سويسرا وما عجبتكوش. يعني هي في النهايه مش بس ارائي انا، لا ده هي ارائي وارائكم. خلينا نشوف. من الهدوء للزحمه، سويسرا فيها زحمه بالمناسبه، التمييز العنصري، الريحه، في ناس كتير بتتضايق من ريحه البقر هنا، مستعد للصدمه، الانتحار، اسوأ حاجه موجوده معانا في سويسرا. في سويسرا في 33 الف منتحر سنويا. هتقول لي بقى سويسرا الطبيعه، سويسرا الجميله. الموضوع غريب، لان سويسرا الطبيعه وسويسرا الجميله واللي فعلا مكان رائع جدا للمعيشه، ليه يحصل فيه 33 الف حاله انتحار؟ نقص كامل في فيتامين د في الشتاء. في الشتاء 90% من الناس، يعني مش هنقول كلها بس 90% من الناس بتلجأ للدكاتره عشان يديهم فيتامين د، لان تقريبا الشمس ما بتظهرش، غير بتظهر بقى على الجبل. لو انت هتطلع على الجبل فوق فممكن تظهر الشمس، لكن غير كده للاسف الشمس ما بتظهرش، والناس بيبقى عندها نقص في فيتامين د. بيضطروا يروحوا لحاجه اسمها السولاريوم، اللي هي عباره عن لمبات جهاز بتخش جواه، فده بيديك الفيتامين د اللي انت محتاجه، بلس ان هو بيديك اللون البرونزي اللي انت برضه بتدور عليه او بعض الناس بتدور عليه. غلاء الاسعار، تقريبا العالم كله دلوقتي بقى فيه غلاء، بس مش بس سويسرا بصراحه، لكن غلاء الاسعار خلي الناس هنا عندها ضغط نفسي وضغط عصبي. اول ما جيت سويسرا كانت الاسعار مناسبه جدا للمرتبات، لكن دلوقتي بقى الموضوع بقى صراحه اغلى بكتير واغلى، وكل يوم بتغلى اكتر، لدرجه ان المرتبات ما بقتش تكفي المعيشه. وده اللي بيحصل معايا انا تقريبا، ان المرتب ما بيكفيش، لان انا مصاريفي كتير. في ناس تانية ما بتصرفش ما بتخرجش، لكن انا خروجاتي كتير وبصرف كتير في الخروجات وبصرف كتير على الفيديوهات. حاجه كمان بقى، سويسرا للاسف لو عشت فيها فتره طويله فوق الخمس سنين مثلا مش هتقدر تعيش في اي دوله تانية، مش هتعرف تتاقلم. خلاص اتعودت على نظام معين، اتعودت على حياه روتين معين، خلاص عقلك ابتدى يندمج مع الافكار دي. لازم كل حاجه تبقى منضبطه وكل حاجه مظبوط. هتواجهك مشكله لو انت حبيت تنتقل لدوله تانية ما فيهاش للاسف النظام ده. الاندماج في سويسرا مش سهل خالص ان انت تندمج في سويسرا. انا ببشرك ان الموضوع مش سهل. طب ليه مش سهل اندمج؟ لان بصراحه مش هتلاقي الود اللي انت متعود عليه كعربي. احنا عندنا العرب ودودين جدا، بنتكلم مع بعض، بنهزر مع بعض، شوف اي حد حتى لو ما نعرفوش بنسلم عليه. انت هنا للاسف ممكن تسلم على حد وما يردش عليك، طبعا ده بيأثر عليك انت نفسيا. لما تقول لحد السلام وما يردش عليك، فده امر طبيعي، وده هيقابلك كتير في سويسرا. ممكن يبقى عنده مشكله، ممكن يبقى عنده، لازم برضه نلتمس الاعذار للناس كلها، ولكن انا بقول لكم على الحاجات اللي بصراحه ما بتعجبنيش. نيجي بقى الموضوع بصراحه هو بيضايق ناس كتير جدا لما بييجوا يلاقوا مكان جميل جدا وخضار وطبيعه وبقر وحاجه جميله جدا، وبيتفاجئوا ان الريحه وحشه. ما ده امر طبيعي يا جماعه، اكيد هتبقى الريحه وحشه. مش معنى ان هو البقر مستحمى كان في حيوانات عايشين وما بقاش ريحته وحشه. طبعا مش كل سويسرا ريحتها وحشه. دلوقتي في مكان يعتبر ريفي ولكن ريحته جميله جدا، المكان جميل جدا. المكان اللي بيبقى فيه مزارع للبقر او خرفان، فعلا عندكم حق، ريحته لا تطاق. تبقى شايف حاجه بعينك جميله جدا وفي نفس الوقت مش متقبل ان انت تقعد اكتر في المكان. هو حاجه من الحاجات بقى اللي هتضايقكم برضو لو رحتوا مكان فيه طبيعه، معرفش انتوا شايفينه ولا لا، ظهر في الكاميرا ولا لا، الهاموش اللي هو حواليا ده، هتلاقوه في اماكن كتير، هتلاقوه دايما في الجبال او في الاماكن الطبيعيه، خاصه في الصيف. في الشتاء مش هتشوفه كتير، ولكن في الصيف هتشوفه كتير جدا. حاجه من الحاجات السيئه جدا واللي هي التمييز العنصري. طبيعي ان دول العالم كلها فيها كده، احنا عندنا كمان كده. يمكن انا بصراحه ما مرتش بمواقف كتير، ممكن موقف او اتنين مثلا، ولكن شفت طبعا مواقف كتير ملوش دعوه بالدوله، لان في اي مكان في العالم هتلاقي 100% تمييز. ومعانا بقى حاجه غريبه جدا وهي الزحمه. عارف مش هتصدقوني، في وقت الرجوع من الشغل هتلاقي الطرق زحمه جدا، مع ان سويسرا صغيره جدا وعدد سكانها قليل، ولكن صدقني وقت ما انت رايح الشغل ووقت ما انت راجع الشغل هتلاقي زحمه تخليك تخرج عن شعورك. محدش هيساعدك بدون مقابل. عندنا في مصر ممكن تلاقي حد يساعدك، معرفش ده صح ولا غلط، ان هنا حتى لو انت مثلا اخوك، انت عندك مشوار وعايز اخوك يجي يقعد مع ابنك لمده ساعه، هيحاسبك عليها. مش مصدقين صح؟
لا والله بتكلم بجد، يعني اختك او اختك او اي حد في العيله ممكن يجي يساعدك، ممكن يجي يساعدك في تنظيف البيت وهتدفع له مرتب. ممكن ده يبقى حاجه كويسه، ممكن تبقى حاجه مش كويسه لبعض الناس، ولكن احنا عندنا مثل في مصر احنا بنقول ايه، الجيران لبعضها والقرايب لبعضها، ولكن هنا مفيش حاجه اسمها لبعضها. هنا ادفع واعمل لك اللي انت عايزه. وحاجه تانية برضو من الحاجات الغريبه جدا، ان انت في بيتك ما تقدرش تعمل لا دوشه ولا تقدر تخبط، ولا عندك اطفال لو جريوا ولا عملوا اي حاجه هتلاقي جارك طالع لك وبيشتكيك، او ممكن ما يطلعلكش خالص ويبعت لك البوليس، وهو البوليس هيجي يخبط عليك وهيقول لك لو سمحت انت ليه بتعمل ازعاج للناس. معرفش بقى دي ميزه ولا ده عيب، بس انا شايفه عيب، لان انت حتى في بيتك ما بتكونش واخد راحتك. وحاجه تانية من عيوب سويسرا ان للاسف الدعاره هنا مرخصه ومصرح بيها. وحاجه تانية من الحاجات المزعجه في سويسرا وفي اوروبا بشكل عام، المطر لما بينزل هنا بيخليك مكتئب اكتر ما انت مكتئب في الحياه. يعني المطر بجد، انا احب التلج، التلج ما فيهوش مشكله، لكن المطر هيقعدك في البيت، مفيش نزول. ركنه العربيه، لو انت رايح تزور حد ممكن ما تلاقيش ركنه عربيه تحت، تضطر تقعد تلف ساعتين عشان تلاقي مكان تركن فيه، وممكن كمان ما تلاقيش وتركن في مكان وترجع تلاقي مخالفه قد كده. مره من المرات انا رجعت لقيت عربيتي المرايه بتاعتها مكسوره، بس انا بصراحه غلطان، انا ركنت في مكان عند لحد برايفت، معرفش بقى ممكن الموضوع كان بيتكرر عنده كتير، كان متضايق بقى انفعل وقتها فكسر لي مرايه العربيه عشان يعرفني ان انا عملت حاجه غلط. ركنه العربيه من اصعب حاجه ممكن تلاقيها في سويسرا. ما تكلمش حد بعد الشغل، ابتديت في شغل جديد وابتديت تتكلم مع الناس وبقى ليك اصحاب، بعد الشغل ما تحاولش تتصل بيهم، لان بعد الشغل حاجه وقبل الشغل حاجه. طول ما انت جوه الشغل تقدر تتكلم معاهم عادي واحنا اصحاب وفريندلي، ولكن هم بيحبوا بعد الشغل يفصلوا خالص، فبلاش تكلم حد بعد مواعيد الشغل لانك هتسمع كلام مش هيعجبك خالص. طب وغلاء الاسعار، اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها في سويسرا، غلاء الاسعار غلاء الاسعار غلاء الاسعار. انا شايف ان الغلاء موجود في العالم كله. مشكله سويسرا ان هي غاليه من قبل الغلاء يبقى موجود في العالم كله، ولكن هي غاليه للسياح اللي جايين. اهل البلد ما بيشوفوش الغلو ده غير مؤخرا. يعني بصراحه كنت اول ما جيت سويسرا بصراحه كانت الاسعار مناسبه جدا للمرتبات، لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما، ابتدت الاسعار تعلى والمرتبات ما بقتش بتكفي. ما تهزرش مع الفلاحين. لو في واحد فلاح ومع البقر بتاعه وقاعد في مكان، ما تهزرش معاه، لانه مش هيفهم الهزار بتاعك وممكن يتهجم عليك وهيفكر ان انت بتتريق عليه. ومؤخرا كان في موقف كبير حصل، ان احنا عدينا دخلنا المكان اللي هو فيه البقر والراجل جه وتهجم علينا وكان الموضوع كبير جدا. فانا بحذرك ان انت تهزر مع حد انت ما تعرفوش. الجنسيه بقى هنا من اصعب ما يكون، مش سهل خالص ان انت تاخد جنسيه سويسريه. في ناس كتير بتفتكر ان هي هتيجي تاخد جنسيه على طول وبعد كده يبقى معاها الاوراق بكل سهوله، او يتجوز سويسريه ويقول ان هي بقى خلاص الموضوع هيبقى سهل بالنسبه له. لكن للاسف الموضوع مش سهل خالص، كمان مكلفه، بتدفع فلوس كتير جدا عشان تاخد الجنسيه، والقوانين بصراحه ارخم ما يكون. ففكر في فكره ثانيه، حتى قوانين الإقامة هنا برضو أصعب حاجة ممكن تعملها في سويسرا، وده راجع لأن هم ما بياخدوش حد غير من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي سهل جدا إن هو لو معاك باسبور اتحاد أوروبي سهل جدا إن أنت تيجي ويدوك الإقامة بكل سهولة. أي دولة بره الاتحاد الأوروبي الموضوع بيبقى صعب جدا. الطرق اللي هم هتقدر تاخد بيهم إقامة في سويسرا، لو أنت متجوز سويسرية، لو أنت معاك باسبور اتحاد أوروبي، أو لو أنت لاجئ، أو لو أنت بتدرس. غير كده للأسف مش هتقدر تاخد إقامة في سويسرا، وللأسف مش هتتقبل في اي شغل بسهوله، حتى لو كان الشغل ده حاجه عاديه خالص. وده راجع لان دايما بيكون اللي مقدم معاك ناس اقوى منك، بيتكلموا طبعا اللغه افضل منك، دارسين في البلد، اهل البلد، فالموضوع بيبقى صعب شويه. وحاجه تانية من الحاجات الغريبه او السيئه اللي انا بحس ان هي ساعات تخوف شويه، ان اي حد هنا بيخش الجيش وهو طالع من الجيش بياخد السلاح بتاعه معاه وهو مروح. السلاح اللي بيكون معاك في الجيش هو اللي هيفضل معاك طول العمر، بتاخده معاك وبيفضل معاك في البيت، وبيكون في ذخيره. للاسف ممكن تضايق حد، ممكن حد مبقاش بالقوه العقليه اللازمه ان هو يقدر يتحكم في نفسه، فممكن للاسف يعمل خطا كبير. انا بصراحه ما بشوفهاش ميزه. واما بقى لو هنتكلم عن الاكل السويسري فحدث ولا حرج. انا الاكل السويسري ما بيعجبنيش خالص، ولا عمر اكله سويسريه عجبتني. تقريبا اكتر حاجه بكرهها هي الفندق او الفندي اللي انتوا بتحبوه قوي وان انتوا مبهورين بيه جدا. انا بصراحه ريحته بس لوحدها بتقلب لي معدتي. الاكل السويسري 0 من 100. اما انك تلاقي شقه بقى في سويسرا
سويسرا ايجار يعتبر حلم. مش سهل تلاقي حد يأجر لك شقه، كل الناس خايفه للاسف اجر لك، لان انت ممكن بعد ما اجر لك الشقه وتاخد الشقه ممكن تقعد فيها 3 سنين ما تدفعليش ايجار، ونفضل انا وانت بقى في المحاكم، مش هعرف اطلعك من الشقه ولا هعرف اعمل اي حاجه ولا هعرف اخد حقي الا بعد 3 سنين. فبصراحه لو انت كنت صاحب شقه، هل هتدي الشقه بسهوله لاي حد؟ الاجابه لا. انسى ان انت تحوش فلوس الا لو كنت هتحرم نفسك. مش هتعرف تحوش فلوس في سويسرا خالص، لان الحياه غاليه جدا زي ما انت عارف، واكيد سمعت، مش مني، اكيد سمعت من العالم كله ان سويسرا غاليه جدا في المعيشه، وعشان تعرف تعيش عيشه كريمه للاسف مش هتقدر تحوش ولا حتى مبلغ صغير. هنيجي بقى لحاجه انا بصراحه شايف ان هي اكتر عيب في سويسرا، ان في 4 لغات في الدوله. يعني ايه 4 لغات في الدوله؟ يعني ممكن اطلع من مدينه اروح لمدينه ثانيه محدش يعرف يتكلم معاك ولا انت تعرف تتكلم مع حد. لو رحنا الجنب الايطالي هيكلموك ايطالي بس، وللاسف مفيش حد فيهم لا بيتكلم فرنساوي ولا بيتكلم الماني. تروح الجنب الالماني هيكلموك الماني، ممكن شويه يكلموك انجليزي. لو رحت الجنب الفرنسي مش هيكلموك غير فرنسي، وعن تجربه. لو رحت الجنب النمساوي هيكلموك الماني وخلاص. انا شايف ان ده حاجز كبير جدا ان هو يكون في دوله واحده في 4 لغات مختلفه. طبعا في اللغه اللي هي الرومانشيه دي بيتكلموها اهل الجبل، زي الجبل اللي احنا عليه ده كده مثلا، ممكن تلاقي ناس بتتكلم اللغه دي وممكن لا. عيب شنيع ان انت ما يبقاش في تواصل مع الكانتونات المختلفه اللي موجوده في سويسرا، لدرجه ان انا اول ما جيت سويسرا كنت دايما بسال نفس السؤال، وهو طب ازاي الرئيس لما بيحب يقول للشعب حاجه بيقولها بانهي لغه؟ وكان الرد صادم جدا بالنسبه لي، لان هم قالوا لي ده في 7 رؤساء في سويسرا مش رئيس واحد. من المشكلات اللي هتقابلك لو انت على جبل وطالع بالتلفريك وجت الساعه 6:30 او الساعه 7 وده كان اخر ميعاد للتلفريك، هتضطر للاسف تشوف لك اي مكان هنا تنام فيه. طبعا الاوتيلات هتبقى غاليه جدا، وان انت تنام بره دي لو انت في البرد مثلا ممكن تموت من البرد، ولو انت في الحر ممكن بقى الايه الناموس والهاموش والحاجات دي تروق عليك. 70% من الطرق الجامده جدا اللي بتشوف منها مناظر جامده جدا بتكون مقفوله في الشتاء. التامين الصحي ناس كتير قوي بتشتكي منه، لانك بتدفع شهريا فلوس اجباري للتأمين الصحي في كل مكان. بتدفع تأمين صحي، حتى في شغلك بيدفع لك تأمين صحي. لو انت في مكان العمل ليك تأمين صحي غير التأمين الصحي اللي انت ليك بره، تأمين كتير وهتدفع كتير. سامعك يا اللي بتقول لي طب ما كده كده الشغل هو اللي بيدفع التأمين. هو الشغل بيدفع التأمين من فلوس مين حضرتك؟ الشغل بيدفع تأمين من فلوسك انت. يوم الحد تكن وتقعد وما تعملش دوشه، ما تشغلش الغساله، ما تعملش اي مصدر ازعاج. هتقول لي طب ما ده نظام ودي حاجه كويسه، هقول لك ماشي، بس في ناس بيبقى شغلها غير مواعيد شغلك. يعني في ناس زي مثلا مطاعم، في ناس بتشتغل يوم السبت ويوم الحد وياخدوا الاثنين اجازه، وفي ناس تانية بيبقى يوم الحد عندهم هم الاجازه، فبيبقى عايز مثلا يشغل غساله، عايز يعمل اي حاجه، وللاسف مفيش فرصه ان انت تعمل ده، لان بكل بساطه هيطلبوا لك البوليس، والبوليس هيجي يقول لك انت شغلت الغساله ليه. ده في حاله ان انت عندك غساله في البيت يعني. وده راجع لان اغلب البيوت بيبقى بيت مثلا عباره عن 10 ادوار، 5 ادوار، 3 ادوار، بيبقى فيه تحت في الكيلر تحت موجود غساله لكل السكان، وانت بيبقى ليك يوم معين تغسل فيه. سويسرا ما فيهاش بحر. متفاجئ؟ في ناس كتير بتتفاجئ من الموضوع ده، ان في سويسرا ما فيهاش بحر. سويسرا فيها بحيرات بس وانهار، لكن بحر مفيش. الناس مش هتحبك هنا بسهوله، حتى لو انت كنت جاي مستثمر ودافع فلوس، دافع دم قلبك ودم الشعب معاك، للاسف الناس مش هتحبك بسهوله، لانه هو بيحس ان انت جيت تاخد المكان وهترفع الاسعار بتاعته، تعمل لهم دوشه في المكان الهادي بتاعه. يعني مكان زي اللي احنا شايفينه ده، هو مفيش غير صوتي انا بس اللي مسموع، ولكن في ناس عايشه، يعني في بيوت حواليا وفي ناس عايشه، هم حابين الهدوء ده، مش عايزين دوشه، مش عايزين وجع قلب. فانت لما تيجي تعمل لي مكان سياحي هنا، فانت هتجيب لي بقى ناس كتير ودوشه وبتاع، فهم مش عايزين ده، هم عايزين الروي، عايزين ومعظم المدن هنا للاسف ما فيهاش اماكن للخروج. ممكن تلاقي مثلا مدن بيبقى فيها مثلا البيوت القديمه، بيسموها هنا الالتشتات، مكان كده فيه شويه بيوت قديمه وهو بيبقى السنتر بتاع البلد وخلاص. لكن طبعا الاماكن السياحيه بيبقى فيها طبعا اماكن كتير تتفسح فيها، بس طبعا يعني 90% من الناس اللي جايه سويسرا جايه عشان تشوف الطبيعه، فالطبيعه موجوده. انك للاسف لما هتتعود ان انت تعيش في سويسرا هنا، مستحيل تعرف تتاقلم ان انت تعيش في دوله ثانيه، وده اللي انا بعاني منه، لان انا بصراحه حابب اسيب سويسرا، بس متاكد مليون في الميه ان مش هعرف الاقي النظام والحياه الروتين اللي انا اتعودت عليه، مش هعرف الاقيه في اي دوله تانية. ومن عيوب سويسرا كمان ان المطار الساعه 11 بيقفل. ايوه للاسف المطار هنا في سويسرا بيقفل وما بيستقبلش الطيارات ولا بيطير منه طيارات، وبعد الساعه 12 ونص بالليل للاسف
المواصلات بتقف، يعني لا هتلاقي قطورة ولا هتلاقي اتوبيسات الا في الويك اند. ساعات كده بيطلعوا باص اسمه مون لاين، وده بيطلع الساعه 3 بالليل ياخد الناس بقى اللي هي كانت سهرانه في ديسكوهات، ياخدها يروحها البيت. يعني لو انت رايح مشوار في سويسرا بالليل للاسف مفيش مواصلات. اصعب حاجه ممكن تقابلك هنا ان انت تعرف تندمج مع الشعب السويسري، لان هو شعب سبيشال شويه، اتربوا على ثقافات معينه غير الثقافات اللي احنا اتربينا عليها خالص. ومش بحقد على الحيوان ولا حاجه، ولكن للاسف هنا الحيوان واخد حقه اكتر من البني ادمين بمراحل. هنا الحيوانات متدلعه دلع السنين والتنين. ان الناس اللي حواليك كلها مخبرين للشرطه، هتلاقي جارك صاحبك حبيبك اي حد ماشي في الشارع ما يعرفكش ولا تعرفه هيتصل بالشرطه ويصورك ويبلغ عنك. ولو مهتم تعرف المكان اللي انا صورت فيه، اول مكان صورت فيه اللي هو كان في مجن اللي هو كان بالطقم الثاني، والمكان اللي انا فيه دون في التدور. مشاهده ممتعه واتمنى تتفاعلوا مع الفيديو. اتمنى كمان تكتبوا رايكم، ولو عندكم اي حاجه غريبه شفتوها تكتبوها في الكومنتات. مبسوط جدا ان انتوا ابتديتوا تتفاعلوا مع الفيديوهات، وان شاء الله اعمل لكم حاجات تليق بيكم ومحتوى هادف جدا لسويسرا وللعالم كله ان شاء الله. خلاص الفيديو بتاعنا خلص، وقبل ما اسيبكم وامشي اتمنى ان انتوا تكتبوا رايكم في الكومنتات وتتفاعلوا وتعملوا لايك وكومنت، ويا ريت الفيديو ده يوصل ل 100,000 لايك. اتمنى بصراحه يعني ان ده يحصل. شكرا للمشاهده وشكرا للمتابعه، بحبكم.